السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات نعيمه. اليوم ان شاء الله غنقدموا حلوى البقلاوه اللي هي سهله جدا وكتجي رائعه ولذيذه. ما كتطلبش الوقت بزاف وما فيهاش يعني شي خدمه بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتبعوا معايا الفيديو من اوله لاخره باش تشوفوا المقادير والطريقه. السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات نعيمه. اليوم ان شاء الله غادي نديروا مع بعضنا البقلاوه على شكل سيجار. لهذا الغرض كنحتاجو الورقه الخاصه بالبسطيله او الفيلو. هذا النوع راه موجود موجود في مرجان، في بيم. كنحتاجو اللوز اللي مهرمش. بالنسبه للوز كيبقى اختياري، كاين اللي كيدير الفستق، كاين اللي يعني كيبقى اختياريش من يعني فواكه الجافه اللي بغيتي ديري. عندنا زبده دائبه اللي حيت منها الماء ديالها، داك الماء الحليب اللي كيبقى لتحت. عندنا هذا بالنسبه للقطر غنحتاجو كأس ونصف من السكر، ونفس الكأس مملوء بالماء. كنحتاجو ملعقه صغيره، ملعقه شاي ماء الزهر، وملعقه شاي عصير الحامض. كنحتاجو بطبيعه الحال الصينيه للفرن اللي غادي نديرو فيها البقلاوه ديالنا. هاد العويدات هذا باش نعبر، باش نقطعها قبل ما نحطها في الصينيه باش تكون احسن، تكون سهله. دابا الاول غادي نديرو القطر ديالنا يطيب. غادي ندير السكر ونضيف عليه الماء ونضيف عليه الحامض، معلقه صغيره من الحامض. الماء الزهر غادي نخليه حتى يغلي، عاد غندير الماء الزهر وغادي نشعل عليه النار تكون متوسطه في الاول. غادي نحركو دابا، النار تكون متوسطه في الاول حتى يغلي، كيبدا يغلي. عاد غادي نقصوها بما داب لينا داك السكر في الماء ويبدا يغلي. صافي غادي نقصوا النار وغادي نخليوه يغلي 5 دقائق. ملي غادي يغلي 5 دقائق غادي نضيفوا هذيك الملعقه ديال الماء الزهر، وعاد غادي نتلاقاو باش تشوفوا شكل نهائي ان شاء الله. عفوا، نضيفوا الملعقه العصير الحامض. الماء الزهر هو اللي ضفنا في الاول. دابا نتسنى على ما يغلى ليا الخليط ديالي ان شاء الله ونضيفوه. دابا من بعد ما داب السكر تماما غادي نحولها لواحد الموقيت ثاني، نخليها حتى تبدا تغلى درجه الغليان. وعاد غادي نضيف ملعقه صغيره من الماء الزهر. ناخذ الصينيه ديال الفرن غادي ندهنوها هي الاولى، عاد غنبداو نخدمو. دابا من بعد ما دهنت الصينيه ديال الفرن ديالي وحلينا الورقه البسطيله ديالنا الفيلو، غادي نحطها جانبا. غنبقى ناخذ بالورقه هكذا على هذا الشكل. غادي ندهنها بالزبده هكذا، ندهنها مزيان كلها بالزبده. واخا تكون الورقه مقطعه ولا هذا ما تخافوش منها، مثلا لقيتوها مقسومه على جوج، حيت بعض المرات كتشريها وكتلقايها يعني ملي كتشريها ماشي انت اللي قطعتيها، يعني مقطعه. ملي شريتها من المحل كتلقايها مقطعه هكذا على هذا الشكل. غناخذ اللوز ديالي، ما كتحتاجش بزاف اللوزيه، فقط على هذه الطريقه هكذا. وغادي نبدا نبرم، نديرها على شكل سيجار هكذا. يعني هذه غتعطيكم كميه كبيره، ما كتحتاجش اللوز بزاف وما كتحتاجش، وكتعطي كميه كبيره بزاف. انا غنوريكم الطريقه بعدا باش تشوفوا على هذا الشكل. كنجيب هذاك العود اللي غادي نحاول نحيد هذوك الجوانب اللي كيكونوا ناشفين فقط.
وهاد الجوانب اللي غيبقاو لي هنا وغادي شويه غادي نقطعهم هكذا قطع صغيره وندخلهم في الحشوه هنا، ماشي مشكل. دابا غادي نقطع على هاد القياس باش يجوني مقادين هكذا على هاد الشكل، وبدا نستف في الصينيه ديالي ديال الفرن هكذا على هاد الشكل. نجيب عاوتاني هاد العود قطعه خشبيه اللي عندك مهم، وكنستفهم هكذا على هاد الشكل. الاولى انا ضغطت عليها بصباعاتي كما كتشوفوا، ما خصنيش نضغط عليها باش تبقى منفوخه، ولكن ان شاء الله ملي غادا طيب غتجي هكذا. كتخرج كميه كبيره. وبالنسبه للقطر ديالنا راه بدا كيغلي، يعني راه غلا مع الحامض. دابا دازت 5 دقائق، دابا غنزيد معلقه صغيره تاع الماء الزهر ونخليه مازال يغلي واحد 5 دقائق اخرى، وعاد غادي نطفي عليه هكذا. ونحطهم هكذا. دابا انا نبقى غاده على هذه الطريقه، غادي مازال نوريكم وحده اخرى. نجيب واحد الورقه هكذا، نحاولوا ديك الزبده نكونوا حيدنا من هذاك الحليب ولا الماء اللي كيبقى فيها في الاخر هكذا. ندهنوها مزيان، ندهنوها مزيان كلها. ساهله يعني، وكتكوني مقطعاها. كاين اللي كيديرها رول، يروليها وكيدخلها حتى للطاوه الصينيه اللي غتدخل الفرن عاد كيقطعها. انا كنفضل هكذا. علاش؟ دابا شفتوا ديك الورقه اللي هذوك القطع ديال الورقه اللي كنت ها هما دابا غندخلهم، ماشي مشكل، راه فيهم اللوز غادي يتقرملوا، كلشي غادي يتقرمل، واصلا هما فيهم اللوز هكذا. كتجي لذيذه وسهله، يعني ما فيهاش شي تعب كثير اللي غادا صافي. وغروا ليها كما الثانيه على هاد الطريقه هكذا. نحاول ما نضغطوش بزاف باش تجينا الورقه تجينا مورقه مزيان من الداخل. دابا كما كتشوفوا معايا غنحيد هذا الراس هذا، دائما نحيدو حيت ما كيتكونش العماره. عفوا ضغطت عليها بالصبع ديالي ثاني هكذا. غنستمر على هاد الطريقه حتى نكمل البقلاوه ديالي هكذا. والقطر ديالي بطبيعه الحال ما غاديش ننساه. دابا انا غنستمر على هاد الطريقه ديالي، نستفهم في الطاوه وغادي نتلاقاو باش ندخلهم الفرن ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا بعد ما كملنا البقلاوه ديالنا غادي اللوز بطبيعه الحال راني ماشي حمرته، شويه سخنته في المقله على هذا الشكل. انا اكتفيت بهذا القدر. عندي مازال بقى لي اللوز وبقى لي ورقه البسطيله، لكن انا حيت جايين الضياف غادي ندير فقط هذا القدر اللي غنستقبل به الضيوف، ومن بعد نكمل ان شاء الله. غادي نغطي الورقه ونديرها في الثلاجه، ما غاديش تخسر ليا. دابا غادي ندهنها بالزبده. الفران راه سخنته على 180 درجه حراره وغادي ندخلها للفرن. وبالنسبه للقطر ديالي ها هو وجد، غادي نخليه يبرد على ما هي طيب سخونه. نخرجها من الفران وغادي نصبوا عليها من الفوق على هذا الشكل. ندهنوا البقلاوه ديالنا كلها بالزبده، هي كتبغي الزبده شويه. صافي دابا غادي ندخلها للفرن ونتلاقاو باش نشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي. وضروري شويه اللوز مهرمش نخليوه باش نزوقه من الفوق، ولا تزوقها الا عندك بيستاج مهرمش. واخا معمراها باللوز تقدري من الفوق تزوقها بالبيستاج، كيبقى داكشي اختياري. حتى الحشوه من الداخل كتبقى اختياريه.
دابا من بعد ما البقلاوه ديالنا وجدات، انا غنجبدها دابا من الفرن. كتجي على هذا الشكل. نتمنى الصوره تكون واضحه. نطفي الفرن. وبالنسبه للقطر ديالنا، ها هو كتخليه كديريه في انيه اخرى باش يبرد لك مزيان، باش هي تكون سخونه وهو يكون، وعلى حساب الذوق. انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف، ولكن غادي نحاول هي تكون سخونه باش يلاه تشرب هذاك. كاين حيت غنديرها للضياف ماشي ليا انا شخصيا، لازم تكون على حقها الطريقه كما كنقولوا. بعد كنسمات الحامض ومع الماء الزهر. كاين اللي في الحشوه لداخل ممكن يدير مع اللوز والقرفه شويه الماء الزهر، كل واحد وشنو كيدير. ولكن هي هادو الشرقيين ولا التركيين كيديروها، والسوريين كيديروها فقط باللوز، ما كيضيفوا عليها حتى شي اضافات. دابا انا نخليها تقريبا شي ساعه على ما تبرد وتشرب هذاك القطر ديالها او السيرو اللي درنا ليها، وعاد غادي نديروها في صحن التقديم ان شاء الله. بالنسبه للورقه اللي شاطت ليا انا، حيت يعني هذه راه غدير ليا الدوبل ديال هذه. اللوز جاني هو هذاك، حيت درت تقريبا 200 غرام ديال اللوز. دابا هذه غنديرها في واحد هكذا، في واحد الساشيه اخرى، وندخلها للثلاجه. ومنين بغيها غادي نعاود، منين بغي نخدم بها غادي نستعملها، ما تخسر ما والو. دابا نتسناو تتبرد وتشرب هذاك القطره، وعاد غنقدموها ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه ديالنا. كتجي يعني ملي كتخرجيها من الفرن، الا شفتيها كتبان لك رطبه، ما تخافيش تقولي ما غتجيش مقرمشه ولا هذا، ها كتجي مقرمشه. هاي وحده انا غادي ندوق. بسم الله. نتمنى تكونوا سمعتوا صوت القرمشه، ما عرفتش واش كيفاش كتجي من الداخل. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. اي اقتراحات او تعليقات خلوهم لي تحت الفيديو. ولا عجباتكم هذه الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تعملوا جيم. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تعملوا متابعه او ابوني او سبسكرايب. ونتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وكما كنقول دائما قبلوا عليا، ومع السلامه.